السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازاي تغير طريقة تفكيرك؟ قبل اي حاجة نتكلم فيها، غير طريقة تفكيرك تتغير حياتك كلها. في حاجة واحدة بس بتقود الشخص للنجاح او بتقود اي شخص للحاجة اللي هو عايزها، وهي مش الفلوس، هي دماغه والتفكير وطريقة التفكير اللي هو بيفكر بيها. صدقني جودة أفكارك تقدر تنقلك حتة تانية خالص. ما تخليش تفكيرك محدود كده بسبب المجتمع اللي انت عايش فيه، وما تخليش تفكيرك كله سلبي. الحاجات دي بتأثر عليك. صدقني أي فكرة ممكن تجيلك انت تقدر تحققها. فكك من جو ده معاه فلوس وده حظه حلو وده مش عارف ايه. ما تحبسش نفسك جوه الصندوق والبرمجة اللي انت اتبرمجت عليها من المجتمع دي. بدل ما تفكر في المشاكل اتعود تفكر في الحلول. بدل ما تفكر تفكير سلبي اتعود دايما تفكر تفكير ايجابي. انا عايز اقولك ان اي حاجة في حياتنا، اي حاجة انت عملتها او انا عملتها بدأت في الاول بفكرة. قبل ما تبني مشروعك الخاص وانت قاعد كده جاتلك الفكرة او انت فكرت، يعني المهم اللي الحوار كله ابتدى في الاول بفكرة. يعني قبل ما نعمل قناة اليوتيوب دي هي بدأت معايا بفكرة. لولا الفكرة دي ما كنتش انا هبقى موجود على اليوتيوب، وما كنتش انت هتشوفني اصلا ولا تعرف عني حاجة. شفت قوة الفكرة عاملة ازاي؟ يعني فكرة مشروع جات لواحد وعمل منها ملايين، وما جاتش لواحد تاني. واحد بقى مليونير والتاني زي ما هو عشان مجرد فكرة بس. راقب أفكارك واقطع التفكير السلبي ده خالص. بطل تسمع للناس اللي بتحبطك، وقلل السوشيال ميديا اللي بتخليك دايما تحس انك قليل وبتحطك في مقارنة مستمرة. غذي دماغك دايما بالإيجابيات. افضل طور من عقلك كل يوم عشان تفكيرك يتطور. يعني اقرأ كتب، اسمع بودكاست، ما تسيبش نفسك كده. تفكيرك قبل كده هو اللي خلاك هنا دلوقتي، وتفكيرك دلوقتي هو اللي هيحدد انت هتكون فين في السنين الجاية. ركز انت بتفكر ازاي وما تخليش تفكيرك تفكير سطحي. عايزك تتعمق في التفكير، ولازم كل يوم تتعرض لأفكار جديدة وتدي لنفسك حاجات تحلها، وتشوف ناس بيفكروا بطريقة مختلفة عشان دماغك توصل لمستوى أعلى. ابدأ فلتر دماغك من التفكير الغلط واللي انت متعود عليه. خليك واعي وعارف ان تفكيرك ده محتاج تطوير كل يوم. لو غيرت تفكيرك كل حاجة هتتغير. طريقة التفكير بتفرق. وبكده يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.